النهاردة جايين نتكلم عن صفة الأمانة، وقبل ما نبدأ كلامنا صلوا على خير الورى صلى الله عليه وسلم. اشتهر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قومه بأنه الصادق الأمين، ولقب بالصادق الأمين ليه؟ لأن الصفات الحميدة دي كان بيتصف بها فعليا في أقواله وأفعاله، وكمان كان بيتصف بالكثير من صفات الخير، وده شاهدوا له قومه على الرغم من شدة العداء اللي كان بينهم والبغض اللي كانوا حاملينه له في قلوبهم، إلا إنهم برضه كانوا عارفين إنه هو الصادق الأمين. أما عن أمانته فده اللي خلى السيدة خديجة رضوان الله عليها تطلب منه إنها تتجوزه، وكمان كان صلى الله عليه وسلم يشرف على تجارتها في الشام. ومع كل اللي سمعته من غلامها ميسرة عن مدى صدقه وأمانته في كل التعاملات اتبهرت بكل خصاله، وعشان كده وقررت إن هي تتجوزه. ومن أعظم الأمانات اللي تحملها صلى الله عليه وسلم وقام بتأديتها حسن الأداء هو أمانة الوحي والرسالة اللي كلفه بها الله سبحانه وتعالى تبليغها للناس كافة. ومن أعظم الأخلاق اللي حسنا عليها الإسلام بالقرآن الكريم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الأمانة والصدق في القول قبل الفعل والعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وكان يقول أبو عقيل رحمة الله عليه، وهو أحد العلماء العباد: في يوم من الأيام بينما كنت في الحج وكنت حينها فقيرا، وكان كل اللي بيشغلني وقتها والوصول للحج، وبينما كنت بالحج وجدت عقدا بخيط أحمر من لؤلؤ وكان ثمينا لا يقدر بمال. أخذت أبحث بين الحجاج عن صاحبه، وبينما أتجول وأسأل هنا وهناك حتى قيل لي أن هناك شيخا كبيرا يبحث عن عقد ضاع من يده، فذهبت إليه على الفور وسألته قائلا: هل لك عقدا ضائعا؟ فأجابني بنعم. فسألته: وما وصفه؟ فقال: كذا وكذا. فقلت له: تفضل، ها هو إذن العقد الذي وجدته، فقد كنت أبحث عنك بالحج. رددت إليه أمانته، وبعد انتهاء موسم الحج ذهبت لبيت المقدس، وبعدها مررت ببلاد الشام قبل عودتي لبلادي. وعندما وصلت الحلب كان هناك مسجد صليت به، وكان حينها الجو قارس البرودة للغاية، وقد كنت حينها فقيرا جائعا بلا مسكن ولا مأوى، فنمت بذلك المسجد. بعدها صليت فيه، وبالفجر رأوني الناس بالمسجد وقد استشفوا ما به من علم ودين، فأمروني بإمامتهم بصلاة الفجر. لقد سألوني الصلاة بهم وأخبروني أن إمامهم قد توفى، أمروني بالصلاة بهم أياما طويلة، وقالوا لي يوما: إن هذا الشيخ قد خلف بنتا، ولو أنك تزوجت بها ومكثت معنا لكان خيرا لنا. فقلت: لا بأس بذلك، فإنني ليس لدي شيء وليس لي أحد، ولكني لا أملك شيئا للزواج. فقالوا لي: لا بأس بذلك، فهي في الأساس ميسورة الحال ولها بيتها وهي وحيدة به، فتزوجها وابقى معنا لتقيم بنا الصلاة. فقلت: لا بأس بذلك، ولكن اسألوا الفتاة عن رأيها في ذلك. وما كان من الفتاة إلا أنها رضيت بذلك، فزوجت بها ودخلت بها. وفي يوم من الأيام رأيت نفس العقد مع زوجتي، فقلت في نفسي: سبحان الله. وسألتها: من أين لك بهذا العقد؟ فأجابتني: إنه لي. فسألتها: وكيف لك؟ وأخبرتها قصة العقد معي كاملة. وما أن أنهيت كلامي معها قالت: سبحان الله، إن هذا الشيخ والدي وهو إمام المسجد الذي توفاه الله. وقالت لي زوجتي أن والدها الشيخ كان يدعو قبل مماته قائلا: اللهم زوج ابنتي مثل هذا الرجل الأمين الذي أعاد إلي العقد، لقد كان دوما في الحديث عنك وعن مدى أمانتك وحسن خلقك معه، لقد كان يدعو الله دوما أن يزوجني برجل مثلك، وما علم أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعائي وزوجني إياك وليس شبيها بك. العبرة من القصة: الأمانة صفة من صفات المسلم المؤمن الذي لابد أن تتصف به، والأمانة دائما مقرونة بالصدق، فكن صادقا أمينا وتحلى بالصدق والأمانة كما تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم.